من طفل ضعيف صغير إلى وحش حقيقي قادر على تدمير كل ما يعترض طريقه. هذه هي أشكال جون السبعة في هانتر إكس هانتر. ولنبدأ بشكله الأساسي. جون في بداية القصة. في بداية القصة لم يكن جون مختلفا عن بقية الأطفال باستثناء أنه كان أكثر رشاقة وحواسه أكثر حدة، ولهذا بمجرد أن كبر قرر جون الانطلاق في رحلة للبحث عن والده المفقود الذي كان صيادا محترفا. كل ما كان يعرفه جون أن والده رحل يوما ولم يعد أبدا، وهذه ليست معلومة كافية للبحث عنه. فقرر جون مغادرة قرية ويل ليصبح هو نفسه صيادا محترفا، معتقدا أن ذلك سيساعده في النهاية على إيجاد والده. جون في اختبار الصيادين. في طريقه إلى الاختبار صادف جون شخصين مثيرين للاهتمام. الأول كان ليوريو، شاب هدفه الوحيد في الحياة كسب المال، والآخر كانت فتاة جميلة تدعى كورابيكا، والتي كانت في الحقيقة شابا. لنضع المزاح جانبا، كورابيكا على عكس ليوريو كان يمتلك هدفا حقيقيا، أراد أن يصبح صيادا محترفا لينتقم لقبيلته الذين أبيدوا على يد جماعة الشبح. وليصبحوا صيادين محترفين كان على جميع المتقدمين اجتياز عدة اختبارات. الأول كان اختبار تحمل، حيث كان على المتقدمين مجاراة المشرف أثناء الجري عبر نفق، وداخل النفق التقى جون بكيلوا الطفل الوحيد الآخر في ذلك المكان. سرعان ما أصبحا صديقين مقربين وقررا أن يصبحا صيادين معا. كانت هذه المرحلة الأولى من اختبار الصيادين ببساطة جدا، لكنها أقصت غالبية الضعفاء الذين لم تكن لديهم الشجاعة للركض عبر الأنفاق المظلمة والمستنقعات الضبابية. وخلال هذا الاختبار تغير جون كثيرا أيضا، إذ أدرك أن حياة الصياد مليئة بالموت في كل خطوة. وبعد اجتياز عدة اختبارات أخرى بنجاح، كلف جون وبقية المتقدمين بسرقة الشارات من بعضهم، وإذ نجحوا في جمع اثنتين على الأقل كانوا يجتازون الاختبار. وكانت هذه أول مرة نرى فيها جون يعاني حقا، إذ واجه هيسوكا شخصية غريبة كان له ذوق غريب تجاه الأطفال. كان هذا الجزء من القصة الذي أظهر مدى ذكاء جون وسرعة تفكيره، حيث ابتكر على الفور خطة لسرقة شارة هيسوكا دون قتاله. فبينما كان هيسوكا منشغلا في معركة، تسلل جون نحوه وانتزع شارته من بعيد باستخدام صنارة الصيد الخاصة به. وبعد سرقة الشارة حاول جون الفرار، لكنه تعثر وسرقت منه الشارتان على يد متقدم آخر. عند هذه النقطة اقتنع جون أن رحلته انتهت، لكن بشكل غير متوقع ظهر هيسوكا حاملا 3 شارات في يده. أعطى جون 2 منها بما فيها شارته هو، وأخبره أنها مكافأة له على قدرته على سرقة شارته سابقا. أراد جون إعادتها لأنه لم يشعر أنه يستحقها، لكن هيسوكا لكمه في وجهه، ثم أخبره أنه إن أصبح قويا ليرد له اللكمة يوما ما فسيأخذ شارته بكل سرور. لم يتبقى سوى الاختبار الأخير، بطولة بدون قتل، حيث يجب على المشاركين إجبار خصومهم على الاستسلام، لكن إن قتلوا خصومهم لأي سبب سيغصبون. وفي هذه الجولة واجه جون هانزو، محارب نينجا قوي، ورغم كل ما تعلمه جون خلال الاختبارات هزمه هانزو بسهولة وبضربة واحدة، مدركا حجم الفجوة الحقيقية بينه وبين شخص قوي فعليا. لكن هانزو لن ينجح في الاختبار حتى يستسلم جون بنفسه، وهنا رأينا عزيمة جون وإرادته. فرغم كونه في مواجهة غير متكافئة تماما، رفض جون الاستسلام، ما أدى إلى تلقيه ضربا مبرحا من هانزو ل3 ساعات متواصلة. وحتى حين هدده هانزو بقطع ساقيه ما كان ذلك ليمنعه من أن يكون صيادا. ظل جون ثابتا على موقفه، ولأن هانزو لم يكن يريد فعلا قتل طفل استسلم في النهاية، وبهذا أصبح جون صيادا محترفا. ما زالت هناك 5 أشكال متبقية، فلنكمل مع جون الصياد المحترف. جون الصياد المحترف. بعد فترة تعافي قصيرة شعر جون أنه قوي بما يكفي للذهاب لإنقاذ كيلوا الذي أعاده أخوه إيلومي إلى منزل العائلة. رافق كورابيكا وليوريو جون إلى قصر عائلة زولديك، حيث تعين على الثلاثي فتح باب حجري ضخم يزن طنين كاملين. سرعان ما أدركوا أنهم ليسوا أقوياء بما يكفي، فتدربوا بجد ل20 يوما حتى أصبحوا أخيرا قادرين على فتح الباب. بعدها قادهم أحدهم إلى مقر الخدم، حيث التقوا بغوتو خادم العائلة. وعد غوتو بالسماح لجون بمقابلة كيلوا شرط أن يهزمه في لعبة تخمين العملة. كانت حركات غوتو سريعة جدا، بل غش بإلقاء العملة لخادم آخر خلف ظهر جون. لكن عند هذه المرحلة وبعد اجتياز اختبار الصياد تحسن حدس جون كثيرا وتمكن بسهولة من تخمين مكان العملة. اعتبر غوتو أن جون يستحق أن يكون صديقا لكيلوا، والتقيا أخيرا. وعند هذه النقطة أراد جون إيجاد هيسوكا، إذ شعر أنه قوي بما يكفي ليرد له المعروف الآن. ذكر كورابيكا جون بأنه سمع هيسوكا يذكر
يذكر أنه متجه إلى مدينة يوريكنيو، كما ذكر كيلوا وجود حلبات هيفنز في مدينة يوريكنيو، وهو مكان مثالي للتدريب مع كسب بعض المال في الوقت ذاته. وهذا يقودنا إلى واحدة من أكبر قفزات جون في الأنمي بأكمله، جون بقوة النين. يصل جون وكيلوا سريعا إلى حلبات هيفنز، حيث يعلمان أن هيسوكا كان أيضا أحد المقاتلين هناك، وللوصول إليه كان عليهما تسلق أول 200 طابق في البرج. بدأ جون وكيلوا يشقان طريقهما نحو القمة. استمر هذا حتى التقى كيلوا بزوشي، الذي ورغم كونه طفل مثلهما كان يمتلك هالة غامضة وقوية. وصل جون وكيلوا إلى الطابق 200 والتقيا بهيسوكا، الذي كانت هالته قوية جدا لدرجة أن كلاهما تجمد مكانه حرفيا. وهنا أدركا أنهما إن أرادا أن يصبحا أقوى فعليهما إتقان هذه القوة أيضا. فسرعان ما التقيا بوينغ معلم زوشي، ورغم أن وينغ لم يرغب في تعليمهما في البداية إلا أنه استسلم أخيرا وبدأ يحدثهما عن القوة الغامضة المسمى النين. فالنين ببساطة هي قوة يستخدمها الشخص لتقوية نفسه أو هجماته. شرح وينغ بعدها الطرق الأربعة الأساسية للنين. الأولى هي التن، والتي تغلف الشخص بالهالة وتحافظ عليها حول جسده، ثم زيتسو التي يوقف انبعاث الهالة تماما من المستخدم، ما يجعله شبه غير مرئي لمستخدمين نين الآخرين. تليها رين التي تسمح للشخص بصقل هالته لتقوية هجماته، وأخيرا هاتسو التي تتيح للشخص أداء قدرات خاصة فريدة لكل فرد. أدرك جون وكيلوا أخيرا لماذا كل من هيسوكا وإيلومي بهذه القوة، فقد كانا يعرفان بالفعل كيفية استخدام النين. توسلا لوينغ أن يعلمهما استخدام النين أيضا، لكنه أخبرهما أن الأمر سيستغرق أشهرا إن لم يكن سنوات حتى تتم صحوتهما. لكن نظرا لإصرار جون وكيلوا الشديد، قرر وينغ استخدام تقنية خطيرة لمحاولة إيقاظ النين لديهما قسرا. فحقن هالة النين بقوة داخل جسدي جون وكيلوا فتح عقدهما المسدود وسمح للنين بالتدفق بحرية عبرهما. ثم اختبر وينغ جون ليعرف نوع هالته، وتبين أن جون كان من النوع المعزز. وباختصار المعززون قادرون على زيادة قوتهم الهجومية والدفاعية الجسدية بشكل كبير، وهم الأنسب للقتال المباشر. على أي حال، وبعد إطلاق قوى النين لديهما، اجتاز جون وكيلوا هالة هيسوكا دون أي مشكلة، ما منحهما أخيرا الدخول إلى الطابق 201. خاض جون بعدها أول معركة حقيقية له ضد مستخدم نين آخر يدعى جيدو. والآن ورغم أن جون كان يعرف النين في هذه المرحلة، إلا أنه لم يكن قد خدش سوى سطح هذه القوة الغامضة، وكان أمامه طريق طويل. رأينا هذا بوضوح في معركته ضد جيدو الذي حطم صديقنا تماما لدرجة أن معظم عظامه كسرت. اضطر جون بعدها للتعافي لعدة أشهر، لكن بالطبع لم يكن ليجلس مكتوف اليدين ل4 أشهر كاملة. فعاد إلى وينغ مرة أخرى وتوسل إليه أن يساعده على إتقان قوى النين. كان وينغ يعرف بالفعل أن جون لن يقبل الرفض جوابا، فبدأ بتعليمه هو وكيلوا النين مجددا. وفي شهر واحد فقط لم يشفى جون فقط من كل إصاباته، بل أتقن أيضا الأساسيات الأربعة للنين، تاركا وينغ بلا كلمات. وبعد إتقان النين خاض جون مواجهة ثانية مع جيدو، وهذه المرة كان جيدو هو من انهزم أمام تحكم جون الفائق بالنين. وبعد هزيمة جيدو تحدى جون أخيرا هيسوكا الذي قبل المبارزة. ورغم أن هيسوكا كان بوضوح في مستوى مختلف تماما مقارنة بجون، إلا أن جون لم يكن يخطط للاستسلام، فابتكر خطة لخلق ركام حجري ثم إخفاء هالته باستخدام النين. نجحت الخطة وفاجأ جون هيسوكا تماما بلكمة في فكه. رغم أن جون خسر في النهاية، إلا أنه كسب احترام هيسوكا الذي اعترف بمدى تطور جون في هذه الفترة القصيرة. بعد المعركة ضد هيسوكا عاد جون وكيلوا إلى بلدة جون. هناك علم من عمته أن والده جين ترك له صندوقا أخفته حتى يصبح صيادا رسميا. فتح جون الصندوق باستخدام النين، وبداخله وجد تسجيلا لجين يتحدث فيه عن رحلته وأشياء أخرى. لكن بجانب التسجيل اكتشف جون أيضا قرص اللعبة يدعى جريد آيلاند. استخدم كيلوا بعدها علاقاته لمعرفة المزيد عن جريد آيلاند، واكتشف أن رجلا فاحش الثراء ينظم فعالية يشارك فيها عدد محدود من المتسابقين للعب اللعبة، على أن يحصل الفائز على 50 مليون جنيه. فقرر جون وكيلوا المشاركة في الفعالية، إذ كانت خيطهم الوحيد للوصول لوالد جون. سرعان ما وصلا إلى مزاد ساذرن بيس، حيث التقيا بباتريا الملياردير الذي أراد إقامة بطولة جريد آيلاند. وللتأهل كمتسابقين كان على جون وكيلوا إظهار قدراتهما في النين، لكن بما أنهما كانا لا يزالا مبتدئين في هذا المجال تم استبعادهما لعدم استيفاء المعايير. أصيب جون وكيلوا بالإحباط جراء ذلك،
فقضيا الأيام التالية في تدريب هالتيهما، وبعد بذل الكثير من الجهد والعرق في تدريبهما تحسنا كثيرا. فقبل هذا التدريب كان تحكم جون بالنين خشنا، إذ لم يكن يستغل صفات المعزز لديه بشكل صحيح، لكن بعد التدريب أدرك جون كيفية التحكم بالنين بشكل سليم، ولفه حول قبضتيه ما مكنه حتى من اختراق الجدران بلكماته. وبهالتيهما المعززتين اجتاز اختبار التأهل بسهولة، ومنحهما باترا حق الدخول إلى اللعبة. وبعد إدخال جزء من نينهما في وحدة التحكم انتقلا فورا إلى جريد آيلاند. ما زالت هناك 3 أشكال جنونية متبقية، والأخير منها جنوني للغاية. لكن الآن لنكمل مع جون بالنين المتقدم. جون بالنين المتقدم، بمجرد وصولهما إلى الجزيرة تعلم جون وكيلوا بعض قواعد اللعبة. أول قاعدة: كل اللاعبين الذين يموتون داخل اللعبة سيموتون في الحقيقة أيضا. كذلك لإنهاء اللعبة كان على الشخص جمع مجموعة كاملة من 100 بطاقة، وللعثور على بعض البطاقات بدأ جون وكيلوا بالتجول في الجزيرة، حيث واجه خصوما أقوياء جدا لدرجة أنه لم يكن أمامهما خيار سوى الفرار. قادهما هذا في النهاية للقاء ببسكت، امرأة تمتلك 40 عاما من الخبرة في تدريب النين. وبعد مشاهدة تحكمها الفائق بالنين أدرك جون وكيلوا مدى ضعفهما فعليا مقارنة بأساتذة النين الحقيقيين. لاحظت بسكت أيضا أن لديهما إمكانيات كبيرة، فقرر تعليمهما كيفية استخدام النين بكفاءة أكبر. وهنا تعلم جون وكيلوا مفاهيم متقدمة في النين مثل جيو، حيث يضع المستخدم هالة على عينيه لتعزيز رؤيته وبصره. وبجانب هذا علمتهما أيضا مفهوم دمج الأساسيات ال4 للنين لإنتاج تقنيات نين متقدمة. وكان أحد التقنيات التي تعلمها هنا شكلا متقدما من تين يعرف بشو، والتي تسمح للمستخدم بتغليف جسم ما بالنين بجعله أكثر صلابة وخطورة. تدرب جون على هذه التقنية بحفر جبل كامل بمجرفة مستخدما شو فقط لتعزيز المجرفة. أثبت هذا النوع من التدريب أنه شاق للغاية بالنسبة لجون، لكنه أدى أيضا إلى صقل نين بشكل أكبر بكثير من ذي قبل. تعلم جون وكيلوا بعدها تقنية نين متقدمة أخرى تدعى كين، وهي تقنية دفاعية متقدمة توفر حماية من هجمات النين القوية. أما آخر تقنية متقدمة علمتها بسكت للثنائي فكانت ريو، والتي هدفها بالكامل توزيع الهالة بنسب متفاوتة على أجزاء الجسم المختلفة حسب الخصم وسير المعركة. فمثلا حين يريد شخص الهجوم يمكنه توزيع معظم هالته إلى قبضته مع الاحتفاظ بقدر كاف حول جسده للدفاع. على أي حال، لتعلم ريو كان على جون وكيلوا إتقان كل تقنيات النين المتقدمة السابقة، إذ بدونها لم يكن ليتمكنا من التحكم بهالتيهما بهذا القدر من الدقة. كانت ريو صعبة الإتقان بشكل جنوني، فقضت بسكت الأسبوعين التاليين في مبارزتهما وتصحيح أخطائهما عبر القتال المباشر. وبعد جلسات التدريب هذه أصبح جون وكيلوا أقوى بكثير مما كان عليه. لكن كان هناك شيء واحد ما زال ينقص جون، فكل الصيادين المحترفين الآخرين كانوا يملكون حركات خاصة بهم، بينما ظل جون عالقا بتقنيات الهالة الأساسية. فقرر أن يتفرغ لبعض الوقت ليبتكر أول حركة مميزة خاصة به. وبعد ساعات طويلة من التفكير توصل جون أخيرا إلى فكرة حجرة وراء طهم قص. انتظر يا صديقي، لا تحكم على الأمر بسرعة. فرغم أن اسم التقنية يبدو طفوليا جدا، ثق بي، هذه الحركة ليست مزحة. باختصار، قسم جون حركته المميزة إلى 3 أساليب مختلفة. الأول كان أسلوبه الأساسي كمعزز، لكمة الحجر، حيث يغلف قبضته بالهالة ويعززها، وكلما جمع جون المزيد من الهالة في قبضته ازدادت قوة لكمة الحجر في النهاية. أما الأسلوب الثاني فكان النقص، وهو مختلف قليلا، إذ استخدم جون هالة التحويل ليصنع مقصا من إصبعيه الوسطى والسبابة، وكانت هذه الحركة مفيدة ضد الخصوم المحصنين من تلقي الأضرار. وأخيرا الأسلوب الثالث كان الورقة، حيث يطلق جون موجة من الهالة من يده مخصصة للهجمات بعيدة المدى تحديدا. وبعد تطوير هجماته الخاصة انتهت مرحلة تدريب جون رسميا، فقرر هو وكيلوا التركيز على إنهاء لعبة جريد آيلاند. واحدا تلو الآخر واجه جون وكيلوا خصوما مختلفين، وأكملا مهمات جانبية عدة لكسب أكبر عدد ممكن من البطاقات. وخلال هذه المهمات الجانبية صادف جون وكيلوا هيسوكا، الذي فوجئ برؤية مدى تطور جون منذ آخر لقاء بينهما. لكن رغم كونهما عدوين عادة، اضطر جون وهيسوكا إلى تحالف لهزيمة أحد أصعب الخصوم في اللعبة، رايزور، الذي كان أيضا أحد سادة اللعبة. ولهزيمة رايزور كان على جون وفريقه فقط هزيمته في مباراة دوج بول. يبدو الأمر بسيطا، أليس كذلك؟ حسنا، ليس تماما، لأنه في هذه اللعبة كان مسموحا لجميع اللاعبين استخدام قدرات النين الخاصة بهم. ولو كان هذا قبل مرحلة التدريب لخسر جون وكيلوا اللعبة على الفور.
لكن بعد تدريبهما مع بيسكيت لشهر كامل وبوجود هيسوكا في صفهما تحسنت حظوظهما كثيرا. بدأت المباراة بسيطرة رايزور الكاملة على فريق جون الذي عانى في تفادي هجماته وردها. جعل هذا جون يدرك أنه إن لم يتعاونوا معا فلن يتمكنوا من هزيمة رايزور. لذا ورغم أن هيسوكا كان شخصا مخيفا ولم يرغب جون في أي علاقة به، قرر التعاون معه ليدمج حركة إيهما المتميزتين ويوجه ضربة واحدة قوية لرايزور. ولفعل ذلك شحن جون لكمة الحجر ورمى الكرة نحو رايزور بأقصى سرعة. صد رايزور الكرة بسهولة، لكن هذا جعله يقع مباشرة في فخ هيسوكا. استخدم هيسوكا حينها قدرة بانجي جام الخاصة به كمقلاع، ماص قوة الارتطام وأعاد الكرة بسرعة أعلى، وبالكاد تمكن رايزور من صدها، لكن قوة الارتطام كانت كافية لدفعه خارج الخط الأبيض ليقصى من اللعبة. سلم رايزور بطاقته لجون بعدها وأخبره أيضا بكل ما يعرفه عن والده. هنا علم جون أن جين أحضره إلى جريد آيلاند حين كان مجرد رضيع، وبعد وداع رايزور بدأ جون البحث عن البطاقات القليلة المتبقية، وسرعان ما التقى بجينثرو لاعب شرير كان يقتل الآخرين ويسرق بطاقاتهم. هزم جون جينثرو باستخدام لكمة الحجر وحصل على كل البطاقات التي سرقها من اللاعبين الآخرين. أكمل هذا مجموعة جون الكاملة من 100 بطاقة ليصبح رسميا الفائز بجريد آيلاند. وكمكافأة حصل جون وفريقه على فرصة اختيار بعض العناصر من اللعبة لنقلها إلى العالم الحقيقي. أحد العناصر التي اختارها جون كانت بطاقة تتيح له الانتقال الفوري إلى أي لاعب موجود في قاعدة بيانات جريد آيلاند. اختار جون هذه البطاقة لأنه رأى لاعبا باسم نيك في ملفات اللعبة، وهو اسم قريب جدا من اسم والده جين، فاستخدم جون البطاقة ونقل هو وكيله إلى موقع عشوائي بعيد في غابة. هناك التقيا بكايتو تلميذ والد جون الذي أمضى بعض الوقت مع جون حين كان صغيرا. كان كايتو سعيدا برؤية جون، وبعد حديث طويل أخبره أنه هناك في مهمة للتحقيق في نوع يدعى نمل الكيميرا القادم من مكان يعرف بالقارة المظلمة. قرر جون وكيله مرافقة كايتو في مهمته، لكن هنا بدأ كل شيء ينهار على جون. قبل أن نستعرض أقوى شكل لجون في المسلسل بأكمله لنمر سريعا على جون بالهالة السوداء. رافق جون وكيل وكايتو في مهمة لإيجاد نمل الكيميرا وإبادته إن أمكن، لكن الأمور لم تسر جيدا لبطلينا. فبمحض الصدفة تمكنت ملكة نمل الكيميرا من الحصول على إنسان، واستطاعت إنجاب نمل بملامح شبه بشرية لكن بقوة أنواع أخرى مختلفة. أرسلت ملكة نمل الكيميرا بعدها هؤلاء الجنود الجدد لاستكشاف المنطقة وجلب المزيد من البشر لها. وهنا كان أول لقاء لكايتو والفتيين بنمل الكيميرا. كان هذا النمل شبه البشري قويا جدا، لكن ليس قويا بما يكفي لهزيمة صيادين محترفين يعرفون استخدام النمل. فبعد هزيمتهم على يد الثلاثي فر النمل واختبأ في عشه حتى يتمكن من التعافي، لكن السماح للنمل بالهرب كان خطأ فادحا بالنسبة للثلاثي، إذ أدى ذلك إلى اكتشاف النمل النين ما جعله أقوى بكثير من ذي قبل. على أي حال سرعان ما ولدت النملة المسمى بيتو وانطلقت للبحث عن بشر يمتلكون هالة نين لتقدمهم طعاما لملكتها. واجهت بعدها جون ومجموعته، وأصيب الجميع بالصدمة من هالة نينها الجنونية. كان كايتو أول من تفاعل مع هجماتها، لكن ذلك كلفه ذراعه فورا. فقد جون أعصابه بعد رؤية كايتو مصابا، لكن قبل أن يفعل شيئا متهورا أفقده كيلو وعيه ونقله إلى بر الأمان. وبالطبع اضطر كايتو للبقاء خلفهما وضحى بنفسه ليتمكن من الهروب. أراد جون العودة فورا إلى منطقة نمل الكيميرا، لكن جمعية الصيادين لم تسمح لهما، قائلة أنهما ضعيفان جدا. ولكسب مكان في الفريق توسل جون لبسكت أن تدربه مجددا. وافقت بسكت بعد أن استشعرت حالته الحاقدة التي قد تصبح مشكلة إن لم تضبط. دربت بسكت جون وكيلوه لشهر كامل، مجبر إياهما على مواجهة صيادين محترفين آخرين في القتال حتى يثبتا جداراتهما بالانضمام لفريق الإبادة. وبعد شهر كامل من التدريب المكثف أثبت جون وكيل وجدارتهما لنيترو الذي منحهما إذن الانضمام للفريق. سرعان ما تمكن جون من إيجاد كايتو، لكنه علم أن بيتو حولته إلى دمية وأنه لم يعد يملك روحا. كاد جون أن ينهار عند سماع هذا، لكنه ظل يرفض تقبل أن كايتو مات، فقرر الانتظار وجعل بيتو تصلحه. ورغم أنه لم ينهار تماما، إلا أن هذا الاكتشاف دفع جون إلى أعماق اليأس أكثر، وتحولت هالته إلى سوداء كئيبة ما أخاف رفاقه. كانت الهالة السوداء مدفوعة بمشاعر جون، ما جعل قدراته في النن أقوى بأضعاف مما كانت عليه، لكنها جعلته أيضا أقل تعاطفا بكثير، إذ لم يعد يمانع قتل شخص بريء
طالما ذلك سيعيد كايتو للحياة. مع ذلك تماسك جون بأمل ضئيل بأن كايتو قد ينقذ فعلا، لكن هذا لن يدوم طويلا. جون البالغ سرعان ما حان يوم إبادة النمل، وأشار نيترو لجون بأنه حر في مواجهة بيتو، فاندفع جون خلف بيتو التي كانت منشغلة بمعالجة كوموجي، فتاة عمياء أحبها ملك النمل. وهنا رأينا انحدار جون نحو الظلام، إذ لم يعد يهتم إن عاشت كوموجي أم لا، لأنه أراد أن تعالج بيتو كايتو أولا. توسلت بيتو لجون أن يمنحها ساعة واحدة لمعالجة كوموجي، إذ لم يكن بمقدورها أن تخذل ملكها. وافق جون في النهاية على منحها ساعة، لكنه حذرها أنه إن لم تف بوعدها لن يتردد في قتل كوموجي. وبعد انتظار ساعة نفد صبر جون، فالتفت إلى بيتو وأمرها أن تعالج كايتو، لكن هنا كشفت له بيتو الحقيقة. كان كايتو ميتا طوال الوقت ولا يمكن إحياؤه. عند هذه النقطة انكسر آخر ما كان يمنع جون من الغرق التام في الظلام، وتحت وطأة الحزن والذنب والغضب قرر جون التضحية بكل شيء من أجل هدف واحد فقط: قتل بيتو والانتقام لكايتو. فحول قسم النين جون إلى هيئته البالغة، وهي أساسا القمة التي كان سيصلها يوما ما في حياته. جاء هذا بثمن باهظ، إذ بمجرد زوال التحول لن يتمكن جون من استخدام النين مرة أخرى أبدا. وبعد تحوله إلى بالغ ازداد طول جون بشكل هائل، ونمى جسده معه. طال شعره أيضا بشكل كبير وتطاير للأعلى كأنه يتبع تدفق هالته. عند هذه المرحلة من القصة كان جون من بين أقوى الشخصيات في المسلسل، بل ربما الأقوى على الإطلاق. حتى بيتو أصابها الرعب بعد رؤية تحول جون، إذ بادت قوته تضاهي قوة ملكها. وهنا أدركت أن عليها القضاء على جون فورا، لكن لم يبق لجون شيء يخسره في هذه المرحلة، وكان هدفه الوحيد هو قتل بيتو والانتقام لكايتو. فوضع كل قوته في لكمة حجر اخترقت رأس بيتو مباشرة. كانت المعركة أحادية الجانب تماما منذ البداية، ولم تستطع بيتو مجرد قوة جون الخام. وبعد قتلها كان جون قد استنفذ كل طاقته بالفعل، فانهار عائدا إلى هيئته المعتادة. تركه هذا أيضا عرضة لكل الطاقة السوداء التي كان يكبتها، والتي بدأت تلتهمه من الداخل. نجا جون بطريقة ما من هذا، لكنه انتهى في غيبوبة بالكاد على قيد الحياة. تمكن كيبوا في النهاية من إعادة جون بمساعدة أخته هالوكا التي تحمل كائنا غامضا بداخلها، لكن رغم شفائها لجون وإعادته لحالته الطبيعية لم تستطع إعادة قوى النين له، إذ ضحى بها كجزء من قسم النين. لكن جون لم يهتم فعليا بهذا، فهو أساسا لم يتعلم النين إلا ليجد والده، والآن عاد والده إلى جمعية الصيادين، والآن عليه فقط الذهاب لمقابلته. وبهذا اكتملت رحلة جون أخيرا.